يحكى أن كلثوم ابن الأغر المعروف بدهائه وذكائه كان قائدا في جيش عبد الملك بن مروان، وكان الحجاج بن يوسف الثقفي يبغض كلثوم، فدبر له مكيدة جعلت عبد الملك بن مروان يحكم على كلثوم ابن الأغر بالإعدام بالسيف. فذهبت أم كلثوم إلى عبد الملك بن مروان تلتمس عفوه، فاستحى منها لأن عمرها جاوز 100 عام، فقال لها: سأجعل الحجاج يكتب في ورقتين، الأولى يعدم وفي الورقة الثانية لا يعدم، ونجعل ابنك يختار ورقة قبل تنفيذ الحكم، فإن كان مظلوم نجاه الله. فخرجت والحزن يعتريها، فهي تعلم أن الحجاج يكره ابنها، والأرجح أنه سيكتب في الورقتين يعدم. فقال لها ابنها: لا تقلقي يا أماه، ودع الأمر لي. وفعلا قام الحجاج بكتابة كلمة يعدم في الورقتين، وتجمع الملأ في اليوم الموعود ليروا ما سيفعل كلثوم. ولما جاء كلثوم إلى ساحة القصاص قال له الحجاج وهو يبتسم بخبث: اختر واحدة. فابتسم كلثوم واختار ورقة وقال: اخترت هذه، ثم قام ببلعها دون أن يقرأها. فاندهش الوالي وقال: ما صنعت يا كلثوم؟ لقد أكلت الورقة دون أن نعلم ما بها. فقال كلثوم: يا مولاي، اخترت ورقة وأكلتها دون أن أعلم ما بها، ولكي نعلم ما بها انظر للورقة الأخرى فهي عكسها. فنظر الوالي للورقة الباقية فكانت يعدم، فقالوا: لقد اختار كلثوم أن لا يعدم.